حبايبي عاملين ايه؟ العشرين الجديدة طبعا اللي كلكم عارفينها. تمام. عايزه اقول لكم كده، انا كنت قاعده مهفته كده وعايزه حاجه ترم العظم، عايزه كده شويه كوارع، شويه حاجات حلوه بال20 جنيه بسمه، واقل كمان من ال20 جنيه. النهارده جايه افيدكم بفيديو تحفه. كوارع الغلابه واقل من 20 جنيه، هترم بيها عظمك وتغذي بيها نفسك. ويا سلام كمان لو الاولاد، عايزه اقول لكم دي بره بتبقى غاليه جدا وهي مفيده، والقيمه الغذائيه بتاعتها عاليه، وخصوصا في الوقت اللي احنا فيه ده. الفراخ غاليه واللحمه غاليه، فاحنا عايزين حاجه ترم العظم، داخلين على مدارس وعلى شتاء. يلا بينا نشوف كوارع الغلابه باجمل طريقه هتدوقوها في حياتكم. حاجه جديده كده وطريقه ولا اروع. بس الاول هنعمل ايه؟ هنسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويلا بينا نشوف كوارع الغلابه عامله ازاي. انا كل اللي جبته ب10 جنيه كوارع الغلابه، وجبت ب10 جنيه نص كيلو مكرونه، وهحتاج حاجات بسيطه من البيت: شويه زيت، شويه توابل، بصلايه، فلفلايه، واحده طماطم بالكتير. ويلا بينا نشوف اجمد فكره ترم عظمك وبأقل من 20 جنيه. لايك للفيديو، يلا بينا. رغينا كتير، بس يلا نبدأ في الفيديو. دي الكوارع اللي انا قلت لكم عليها، كوارع الغلابة. زي ما قلت لكم يعني كل واحد وامكانياته، كل واحد وظروفه. وبعيدا عن ده كله، انا عايزه اقول لكم الاكله دي في الصين غاليه جدا. والله زي ما بكلمكم كده، مش اي كلام والسلام يعني. الاكله دي بتبقى غاليه، والقيمه الغذائيه بتاعتها كمان غاليه جدا. اساسا دي كانت يعني في ثروة عليها قايمة او ثورة. تمام، بصوا الكلام رايح في داهية. ثورة ان الناس اساسا ما كانش لاقيها. جبت الحبة دول زي ما انتم شايفين، دول كانوا عاملين 10 جنيه، عشان انا كنت واخدة منه حاجة تانية هوريها لكم في فيديو تاني. فقلت له شوف لي شوية رقاب ب10 جنيه، فاداني دول. غسلتهم كويس جدا جدا جدا. لازم تنقوهم، تحاولوا تكونوا تنقوهم مقلبزين كده. خلينا نتفق ان الحاجه دي مش بتيجي الطف حاجه، لا بتيجي مش متنضفه وشكلها مش لطيف. فلازم تنضفيها كويس قوي، وميه مش سخنه قوي ولا بارده قوي، عشان الكفر الاصفر اللي عليها ما يلزقش فيها. لان لو الميه سخنه قوي هيلزق، وهتبقى زي المستويه، والكفر الاصفر هيلزق فيها. فلازم تنزليها في ميه دافيه، وتشيلي ضوافرها وتغسليها، وتعملي لها باديكير ومانيكير زي ما انتم شايفين كده. كان شكلها بيبرق من النظافه. وخل بقى وملح، وتظبطيها تغسليها كويس قوي. كل اللي هحتاجه معاها شويه يعني حبه بصله، مع قرن فلفل اسكندراني او فلفل عادي، وفلفل سبايسي ميكس ما بين الفلفل العادي وفلفل سبايسي. واحده من دي وواحده من دي. والسبايسي على حسب ذوقك، يعني عايزاها سبايسي خالص حطي الحبه كامله، عايزاها وسط حطي نص قرن فلفل حامي. وفرمتهم في الكبه. لو ما عندكيش كبه، بالمبشره ابشري البصل، وبعدين الفلفل قطعيه ناعم جدا. جبتها وهشتغل في الحله زي ما انتم شايفين. الحله اللي انا هشتغل فيها، انا عامله بصلايه وفلفلايه لل للرجول بتاعه الفراخ، او الكوارع بتاعتنا اللي مليانه كولاجين، كوارع الغلابه. وده توم مهروس. طب ليه بس ما حطيتيش التوم مع الكبه؟ التوم في الهون ليه طعم تاني، وسبحان الله بيخلي طعم الاكل في حته تانية. بصوا بقى، انا بضيف عليها التوابل كالاتي: كل التوابل اللي هي بتنكي وتخلي ريحه الاكل حلوه، زي مثلا حبهان، ورق لورو، قرفه، ملح، فلفل اسمر. حطيت سنه هريس الشطه بقى بكمله السبايسي، وملح وفلفل اسمر، وكزبره ناشفه، ورشه خفيفه من الكمون، وبهار مشكل يعني، وحبهان عارفه. حطي كل التوابل اللي عندك مع توم، مع الفلفل قلنا الفلفل والبصل اللي احنا فرمينه في الكبه او على ايدك او بالكبه العاديه، مع توم، مع شويه منكهات بقى ايه اللي هي التوابل: ملح، فلفل، كمون، كزبره ناشفه، ورق لورو، حبهان، قرفه. وظبطيها توابل. وشويه اللي فاضلين دول هعمل بيهم وصفه تانية جنب الاكله دي. عايزه اقول لكم كانت والله العظيم، والله العظيم احنا اكلناها امبارح، بس يا لهوي على الجمال، سبحان الله كان طعمها عالمي في حته تانية. وعندي هنا 3 حبات طماطم او 2.5 زي ما انتم شايفين، الصغننه دي خالص، والحبه دي. وهحط سنه ميه اجري بيها الكبه، وبعدين هضربهم في الكبه، وانزل عليهم بشويه الطماطم. شويه الميه بقى اللي انا هستخدمهم في الليله دي حبه ميه صغيرين جدا. انا عايزاها تبقى مستويه ومزبده كده من غير ميه كتير. الناس اللي بتجيب الكوارع بتاعه الفراخ دي، ناس كتير على فكره بتجيبها وعارفه ان هي مفيده جدا للعظم ومفيده لينا.
عايزه اقولك بتسلقها ومجرد كانها فراخ مسلوقه كده، بتسلقها بتعملها معامله الفراخ وملح وفلفل اسمر والكلام ده كله. عايزه اقولك لما تجربيها بالطريقه دي هتدعيلي هتدعيلي بجد بجد. هنا بقول لكم بقلبها بمعلقه خشب واغطيها وارفعها على النار، واول ما تغلي بهدي عليها النار عشان تستوي على نار هاديه وتبقى مزبده ومستويه معايا. زي ما قلت لكم الايام اللي جايه يعني ربنا اللي عالم بيها، وشتاء ومدارس، فالحاجات دي فعلا يا جماعه يعني هي اللي بقينا رخيصه شويه نوعا ما. هي طبعا كانت ببلاش الاول وكانت بتترمي، بدفع فيها فلوس بس اقل سعر وفي نفس الوقت مفيده. يعني احنا لو اتكلمنا على القيمه الغذائيه الجناحه ب50 جنيه، لا دي افيد من الجناحه، تمام، الاجنحه بتاعت الفراخ. هنا بقى شويه البصل بالفلفل وشويه الثوم، نفس اللي عملتهم مع التتبيله بتاعت الكوارع بتاعتنا. انا هسميها كوارع لان هي فعلا كوارع، كوارع نون وكده. هنا حطيت بصلايه مع فصين توم مهروسين وقلبتهم بشويه زيت، وبعدين حطيت عليهم الميه وحطيت بقى ايه ملح وفلفل اسمر مكعب مرقه، وهنزل بكيس مكرونه زي ما انتم شايفين كده، وهقلب الدنيا دي. وطبعا اول ما الميه غليت حطيت فيها شويه صلصه طماطم حبه صغيرين قوي، انا كنت مفرزاها. ما عندي كيس صلصه كام واحده طماطم او معلقه صلصه معجون صلصه حطيها مع الميه. وبصوا كانت المكرونه سبحان الله كانت عالميه. بصوا الاتنين كانوا تحفه رغم ان هما تتبيلتهم واحده، يعني هي بصلايتين مع قرنين فلفل ضربتهم في الكبه، شويه توم في الهون وشويه توابل هنا وشويه توابل هنا. تبلت الكوارع بعد ما غسلتها كويس جدا، وكمان عملت المكرونه بنفس البصل والفلفل اللي طحنته مع شويه معجون طماطم او شويه صلصه وفضت الكيس. واحلى غدوه في التاريخ بجد المكرونه دي، انا بعملها على كده ساعات من غير لا لحمه ولا فراخ عالميه. والرجول كانت في حته تانية بقى، ولا زفاره ولا اي حاجه. وحاجه مهمه جدا جدا، لو انتي فعلا مالكيش في نظافه الرجول او الحاجات اللي زي الكرشه الفشه الممبار مش هتعرفي تنضفيها كويس، يبقى يا اما تشتريها متنضفه، وطبعا في رجول الفراخ صعب الموضوع شويه، يا اما ما تجيبهاش، لان الحاجات دي اصل حلاوتها وجمالها وطعمها هي نظافتها. لازم تتنضف كويس قوي 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 عشان تديك النتيجة والطعم اللي انت تكليها كده وانتي لا حباها، وطعمها يبقى ولا اروع. وهي فعلا والله والله يا جماعة كانت تحفة. المكرونة دي زي فكرة المبكبكة كانت عالمية من غير لا لحمة ولا فراخ. لازم تاكليها في ساعتها عشان لما بتقعد شوية بتمسك تمام، وطريقتها سهلة وبسيطة. وكمان هنشوف الكوارع بتاعتنا بقى، الكولاجين الرخيص كولاجين الغلابة. في بعض الناس بتقولي بلاش كلمة الغلابة يا جماعة، الغلابة او الناس هيدخلوا الجنة ربنا يجعلنا منهم. بس فزي ما انتم شايفين عايزة اقول لكم الريحة عالمية بجد رهيبة رهيبة يا جماعة وحلوة جدا جدا. الحمد لله البنات وجوزي كانوا حابينها بشكل لا تتخيلوه. طب انا ولادي مش بيحبوها، هاتيها لنفسك، ما انت كمان عايزه صحه وعايزه مجهود عشان تقفي على رجلك لولادك والدنيا والمدارس، وفي نفس الوقت حاجه رخيصه. شايفين بتتكلم من نظافه، ويا لهوي على الطعم، الطعم بجد في حته تانية كانت رهيبه والله. عايزه بقكم. هو ده فيديو النهارده، ما تتريقوش عليا زي ما قلت في اول الفيديو. بتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، شير ولايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد على قناتي. واشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتيرة وافكار حلوة كتير. ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا زي ما قلت بلايك واشتراك ودعوة حلوة من قلبكم، ولكم بالمثل اضعاف مضاعفة. ومستنية رأيكم تحت في الكومنتات لان رأيكم يهمني جدا. اشوفكم على خير، مع السلامة.